السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم كل ايام رمضان بالخير يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض عيش الصايمين. هنعمله بمقادير سهلة جدا ومتوفرة في كل بيت. بداية هو نص كيلو دقيق. دلوقتي انا خدت اقل من نص كوباية مية، وحطيت عليها نص معلقة سكر ومعلقة خميرة. طبعا احنا الجو دلوقتي لا حر ولا مش حر قوي، مش ساقع قوي، وبداية الحر، فتأكدي ان الخميرة هتتفاعل معاكي بسرعة. تمام. ودلوقتي معايا برضو انا جبت نص كيلو دي، حطيت عليه ذرة الملح، وحطيت عليه نص معلقة بيكنج باودر. وقلبت كل الخامات دي مع بعض. تمام. يبقى احنا حطينا ذرة الملح ونص معلقة البيكنج باودر. نص معلقة البيكنج باودر هتفتح المسامات. بصي دي خطوة اختيارية. انا كان عندي سكر باودر، حطيت 3 معالق سكر باودر على اساس يبقى طعم اللقمة مسكر، يبقى ليها طعم حلو كده. حتى لو انتي عايزة تاكليها كده، مش لازم معاها مثلا كوباية تاكليها كده من غير مثلا جبنة او حاجة، مع كوباية شاي بلبن تمشي طعمها حلو قوي. وحطيت هنا بصوا هنا 3 معالق كبار زبده مذابه، عليهم معلقتين زيت. الزيت على اساس ان التحمير في الخبز، يعني العيش الصايمين يتحمر معاكي بسرعه. تمام. بصوا دي كوبايه لبن. انا حطاها واتعمدت ان انا يعني اسيب الكوبايه قدامك على اساس ان انتي تشوفي الكميه اللي انا هستعملها من كوبايه اللبن. بصوا يا جماعه، العيش بتاع الافران حلو وكل حاجه، بس يعني مش مفهوش حاجات كده تحسيها ان هي تبقى مفيده. تحسيه ميه، هو معجون بميه ودقيق وزيت، وتقريبا بقوا معلقتين زيت بس يعني، ولا 3 معالق على كميات كبيره. تمام. بصي انا هنا بعجن. بصي الدقيق حسب كل نوع، يعني انا الدقيق بتاعي مثلا هسيب منه حوالي الكوبايه دي هتبقى منها ربع. انا هنا بقى ايه، لقيت ان المعلقه تقلت عليا، فطبعا انا بعجن هنا بايدي. طبعا انا هقول لكم بايدي لان ولادي هم اللي هياكلوا من الحاجه. تمام. واكيد انتي برضو في بيتك بتستعملي ايديكي، يعني فاهماني؟ عشان بس في ناس تقولك ممكن انتي ازاي مش لابسه حاجه في ايديكي، كلافز او حاجه. لا، انا بعمل اكل لولادي. فهنا طبعا بعجنه. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. الأيام دي أيام مباركة قوي، كل اللي نفسه في حاجة يفضل يدعي كده ولحي في الدعاء علشان ربنا يستجيب الدعوة ويحقق لك كل ما تتمني. لو عندك بنوتة تفرحي بيها، لو عندك ولد في ثانوية عامة تفرحي بنجاحه ويدخل الكلية اللي هو بيتمناها. يعني كتروا من الدعاء وادعوا بظهر الغيب لناس تانية. يعني لو عندك بنت أخت ادعي لها عشان يبقى ليكي بالمثل. بنت صديقة، بصوا ده اللي اتفضل من كمية اللبن. يعني مش لازم الدعوة تبقى مقتصرة. قولي دايما تدعي للبنات، تقولي ربنا يسعد مثلا ولادي وينجحهم وكل ولاد المسلمين يا رب. فاهماني؟ فالدعوة بتبقى حلوة قوي، تحسي ان ربنا يعني بيعجل باستجابتها. بصوا انا بعد ما عجنت دي هنا عملت ايه، انا دهنت وشه زبدة. ودي خطوة برضو اختيارية. انا دلوقتي هنا هسيبه يختمر، بس مش هسيبه يختمر تخمير كامل، لا. يعني انا هاخده وهو بمجرد ما يختمر شويه وهروح حطاه يعني واخده منه كل قطعه على الحجم اللي انا عايزاه، واسيبها تاني ترتفع واروح مبططاها زي ما بيقولوا. فاكره كلمه طب بططي العجين؟ كنتي تسمعي في بيت العيله. بصوا انا هنا جبت الصينيه بتاعتي ودهنتها. دهنت ورق الصينيه ودهنت وحطيت عليها ورق زبده ودهنت ورق الزبده. زي ما قلت لكم، الضمير حتى في ورق الزبده اتغير. كان زمان ورق الزبده عادي ما بيدهنش، دلوقتي لا، لازم تدهنيه. بس عموما انت حتى لو ما عندكيش ورق زبده ما فيش ادنى مشكله. ان انت بتقطعي حسب. بصوا هو العيش الصايمين بيبقى يعني السمك بتاعه، شفتي عقله صباعك نص العقله. بس انا عندي ولادي، في من ولادي بيحبوا الحاجه رقيقه، وفي بيحبها قلبوزه. تمام. انا هنا ببططه. بصوا الكميه طلعت النص كيلو، عمل لي كام رغيف. ورغيف مشبع، مش رغيف ان هو مثلا زي ما بيقولوا هاش كده وخلاص. لا لا، اللقمه مشبعه واللقمه طعمها حلو. يعني انت لو عندك ولاد بتعوديهم على الصيام، انت حاطه عجنه العيش باللبن وبالزبده، فهتحسي ان هو لو اكل منه حاجه صغيره مع كوبايه لبن ولا حاجه، هتحسي ان هو انت هتبقي مطمنه معاه ان هو اكل يعني نص يوم في الصيام، هتبقي مطمنه عليه. انا هنا دهنت وش العجين لبن. لبن بس، ما في ناس بتقولك لبن ونسكافيه، لا انا دهنته لبن بس. تمام. دلوقتي انا سبته اختمر نص تخمير، وحطيته وسبته يرتفع شويه تاني بعد ما عملته كور وبططته. طلع النص كيلو 5 وحدات.
بصوا انتي بقى هنا درجة الفرن بتاعتك انتي بتخبزيه، لو درجة الفرن بتاعتك بتعمليه على درجة 180 وبتحطي بتخبزيه. لو انتي عندك الفرن بعد ما تخبزيه من تحت سيبيه لحد ما يستوي، ولعي عليه الشوايه. اتمنى ان انتوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم، وكل سنه وانتم طيبون. بصوا اللقمه هشه وجميله قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.